مش قادر اميز الرشاش. غطينا واحنا داخلين. تمام، ادخل انا مغطيك. خلي بالك يا نور، في رشاش في اتجاه الساعة 12 مني، رشاش في اتجاه الساعة 12 مني، بكثرة الضرب علينا وخلينا مش عارفين نتقدم. علي يلا. تمام يا قائد. بهاء الحال يا فندم، الحال. قوم معايا بشويش، قوم. قادر تمشي؟ تعال. ده 101 دي كبير قوي. انا مش تخيلته كده خالص. ده فيه قوات غيرنا، مشاة ومدرعات وحرس حدود، كله موجود. مش عارف يا ابني انت جايب الحماس ده كله منين؟ انا بقالي يومين هنا مش عارف انام، لسه ما خدتش عرسوه التمشيط طول الليل. لا انا عايزك تجمد كده وتروج لحالك. احنا لسه لما نطلع عمليات ومداهمات الدنيا هتحلو وتروج على الاخر. الله وكيلك، انا لو شفت واحد من التكفيريين دول هضربه ضربه تجيب له ده مش له حل، هفرتكم. عبد الحي، عبد الحي، عسكري عبد الحي. يا دي انت ما بتسكتش، واصل. انا غلطان، ده انا بضيع لكم وقت يا ابني. ياه. انا غلطان اني باخد ودي معاكم في الكلام. ده انا خساره فيكم اصلا، دني فنان. بيقولوا في كانتين كبير هنا، مش تعرفوه من فين؟ سيبني واحدة يا بركة. العفو عليك يابا. نفسي اشرب كوبايه شاي دماغها هتتكب. مش تعرف مكان الكانتين كبير من فين؟ مش حداكوا كانتين؟ حداكوا مش بتقولوا؟ احنا الدفعه اللي وصلت اول امبارح. اخوك بركات السيد زيني مركز ابو حماد شرقيه، وعبد الحي محمد عبد الحي مركز ناجي حمادي جنة، ووائل محمد صديق. قال انت مركز ايه يا وائل؟ خليك في حالك. اسمك كريم. كانتين من هناك. جاب لنا الكلام انت، جاب لنا الكلام. الله اعلم، ثق منه. استنوا يابا. الله عليكم يا ابطال، هو ده المتوقع منكم دايما. المزرعه دي كانت اكبر مخزن للسلاح، وكان لابد ان نحط ايدينا عليه قبل ما ينتشر وسطهم. عموما انا طول الوقت بقول ان 101 فيها افضل المقاتلين والمحاربين. بلغوا شكري لكل اللي اشتركوا معاكم. ودنا نتكلم في موضوع مهم. أنا عارف أنت عايز تقول إيه. أنت عايز تقول إن بعد موت توفيق ومبايعة الإخوة ليا
إن إحنا ما عملناش لغاية دلوقتي الغزوة اللي تأكد وجودنا وتثبت إقدامنا وبتقول للعالم كله إني أنا خير خلف لخير سلف. بالضبط، هذا اللي كان ودي إياه نتكلم فيه. ضربات الجيش لينا زادت، والكلام صار ينتشر بين الإخوة عن العمليات اللي بتنعمل في سوريا والعراق، خصوصاً إن المرتبات اللي بتندفع كبيرة. ما تقلقش، إحنا هنعمل الغزوة الكبيرة اللي العالم كله هيتكلم عنها، وهندفع برضه الفلوس الكتيرة. ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اكتر كماين للجيش عامله لنا قلق اليومين دول؟ كل الكمائن بتسوي لنا مشاكل. النقاط الحدودية بتقطع طرق التهريب، والكمائن في رفح وزويد بتقطع علينا الخدمة والإمداد. وانت لو هتختار تختار ايه؟ أنا لو هختار اختار الجورة وكرم الجواديس. واشمعنى اخترت دول بالذات يعني؟ عشان وجودهم في طرق مهمة. اشرب قهوتك. ياض ما تخلص طبقك كله يالا. ايوه، امال هتكبر ازاي؟ ما هو انت لو بتاكل كويس هتكبر بسرعه تدخل الجيش اللي عايز تدخله ده. اه والله. ماشي ماشي يا حبيبي، يلا. لا اله الا الله. ايه يا بيل، انت متجوز من ورانا ولا ايه؟ ليه اشمعنى؟ عشان التليفون يعني؟ ايوه. لا، ده الواد ابن اختي بيسمع كلامي قوي. امه تكلمني تقول لي قول له يعمل كذا كذا، اقول له يعمله على طول. تصدق عايز يدخل الجيش؟ ليه، هو عنده كام سنه؟ لا، ده عيل صغير 5 سنين بس. ربنا يخليه لك يا صاحبي. امين يا رب امين. لا اقول لك ايه؟ ايه؟ الواد عمر لسه جاي من الاجازه امبارح. ايوه. جايب معاه ايه بقى؟ ايه؟ فطير. ايوه. وعسل وجبنه قديمه، حاجه. طب اقول لك، قول له بس ان انا خدمتي هتبدا دلوقتي، خليه يشيل لي حته للصبح. لا، للصبح ايه؟ ده الرجاله هتفترس الفطير. قول له. بص، انا هجيب لك انا منابك وانت كل وقت ما تحب. حلو ده حبيبي واخويا. حبيب قلبي. انا مش فاهم هم ليه مسمين المكان هنا الكتيبه 101. يعني الكتيبه 101 دي اصلا كتيبه حرس حدود. وانا كنت زيك كده في الاول يا وائل، واول لما جيت سالت ليه في 101 في نفس الوقت اللي في الكتيبه 101 حرس حدود، وعرفت بقى يا عم وائل ان المكان ده زمان كان ما فيهوش غير الكتيبه 101 حرس حدود، وكانت لوحدها، وكانت الناس مسميها 101. ولما بدات الحرب على الارهاب في 2013 هنا في سينا، بدأ الجيش ينقل قوات زي 103 صاعقة، مدرعات، المشاة وغيرهم كتير. وكان تمركزهم فين؟ تمركزهم فين يا بركات؟ فين؟ هنا. وبقى عبارة عن المكان عن قطاع كبير جدا، في قوات من كل الجيش. وبقى اسمه ايه يا وائل؟ قطاع 101. برافو عليك، القطاع 101. بس فضلت بقى الناس تقول ايه؟ الكتيبة 101 على اعتبار يعني ان هم اتعودوا على الكلمة. فهمت يا وائل؟ أنا كده فهمت. فهمت إيه انت؟ وانت سالت اصلا؟ اللي سال وائل. يا عم مش تزوج، انا سالت جوه دماغي ودماغي ردت، ودلوقتي فهمت. وانا زجيت. طب انت فهمت ايه يا بركات؟ فهمت ان الكتيبه 101 هي الجيش المصري. يعني الكتيبه 101 هي الجيش المصري في شمال سيناء. يا سلام. صح يا ابراهيم؟
لا بركات. ولا مش صح يا ابراهيم؟ ولا ولا هو صح وهتقوله مش صح يا ابراهيم؟ يا بركات. وائل، هو الصح ان انت ما تفهموش اصلا. صح. اسمع يا ابني، من الاخر كده القطاع ده اكبر من الكتيبه. خليه يجيني فورا. في مشكله في الاضاءه في الاستوديو؟ عرفتوا تحلوها؟ يا جماعه معقول هو انا كل حاجه لازم اعملها بنفسي؟ أستاذة سلوى، في أخبار من سينا بتفجير مدرعة وفي شهداء ومصابين. طيب يعني سيبي لي الفايل انا هشوفه. اتفضلي. عن إذنك. اتفضلي اتفضلي. يا رب 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 والنبي يا رب. ايوه امي. الو. ايوه حبيبي، انا بتصل اطمن عليك. انت فين؟ طبعا انت سمعت الاخبار فقلت تطمن عليا، ما تقلقيش. لا خالص، انت جيت في بالي قلت اتصل عليك يعني اطمن بس. انا هنا في القاهره، عندي اجتماع مهم. ماشي يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. باي باي يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي. بدر مصطفى، رائد مهندس في الهيئة الهندسية، حاليا شغال في مشروع قناة السويس الجديدة. سيادتك عارف طبعا ان هو قدم لنا بلاغ ان في ضابط من دولة أجنبية بيتواصل معاه. احنا اشتغلنا عليه بمجرد وصوله القاهرة هو ومراته، وتأكدنا ان هو بيتحرك باسم بيترو وانه بيشتغل في جهاز مخابرات لدولة أجنبية صديقة. وده طبعا كان غريب بالنسبة لنا. وهو دخل مصر تحت ساتر ايه؟ هي دي المشكلة يا فندم، بصفة دبلوماسية. كده الموضوع بقى حساس جدا ولازم نتعامل معاه بمنتهى الهدوء. عارف، أكتر رد فعل مناسب إننا نعمل عملية تعرضية توصل لهم من ناحية إننا صحيين، ومن ناحية تانية إنه ما يصحش يتعمل معانا كده وما يجبش إنه يتكرر. أكيد يا فندم. أنا هحضر خطة وأعرضها على سيادتك على طول. توفيق. على صحيح. خالد. أيوة يا فندم. وجوده هنا كدبلوماسي هيحتم علينا إننا نتعامل مع الحكاية دي بحرص شديد. مفهوم يا فندم. على إذنك. تعالي اقعدي، اقعدي قدامي. الفول اهم حاجه. رشه ملح، رشه فلفل، رشه كمون، زيت زيتون، معلقه طحينه. حلو حلو. فصين توم مهروسين. حلو. خلاص حفظتي؟ تعرفي تعملي طعميه؟ طبعا بعرف. مريهان. بصراحة يا طنط ما بعرفش. اقعدي يا موكوسه، خلصي الفول. قليل عليا اللي جابوني اما اروح اصحي نور. يا نور، انت صاحي؟ اصحى يا نور عيني، اصحى يا حبيب مامي، اصحى يا روحي، يلا عشان تفطر. حاضر يا ماما، صحيت. يلا يا حبيبي. صحيت يا حبيبتي، صحيت. ها، يلا. لا قوم اقعد. اهو حاضر، صحيت. اقعد. صحيت والله، خلاص. لا اقعد. ايوه. خلاص يا ماما والله صحيت. يختي على الحلاوه. ماشي. يا خلوبي على الحلاوه. ماشي. يلا. انت مين؟ أنا مريهان، كنت مع نوى في الجامعة. اهلا يا مرهان اللي كنت مع نوح في الجامعه. طنط بعتلك ده عشان تاكله قبل الفطار، بس أنا زودت عليه كده شوية حاجات. 6 حبايات لوز عشان الأوميجا 3، وعين جمل علشان الذاكرة، وقطعته لك حتت صغيرة. وحش؟ ربنا يجعله في ميزان حسناتك. هو انت يرضيكي ابنك يتكشف على ستات غريبه كده بالمنظر ده؟ مين شريان دي؟ دي مريهان، بنت طنطك علا، مهندسة كمبيوتر كده، وبتعمل فول رهيب. هي مش قد كده في الطعمية،
لكن هجربها في المسقعة. ولو نجحت في المسقعه نكتب كتاب؟ لا، نخطبها لك الأول على طول. اسمع كلام أمك. حاضر. يلا خدي ودي دول في البلكونة. حاضر. انت مش ناويه تبطلي حركاتك دي؟ حركات إيه؟ بابا هنا ولا في الشغل؟ واخد إجازة وقاعد في الفرندا بيتشمس. طب اروح اصبح عليه. يلا. أنا ما كنتش متخيل حجم الفرق الكبير اللي هيحصل في حياتي. اليوجا عظيمة، تخليك ريلاكست، عقلك صافي. بس أنا ما قصدتش اليوجا، أنا قصدتك أنت. طالما كده هتكلم أهلك عني إمتى؟ أرد على كمال وأرجع أقول لك نفس الكلام اللي أنا بقوله لك كل مرة. قريب قريب قوي هقول له. يا صباح الفل يا حبيبي. اهلا يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. انا ما رضيتش اصحيك، لقيتك نايم وانت خليه يستريح شويه. بتعمل ايه؟ بتسلى بقى اخبار الدنيا. بطلت تجيب الورق؟ خلاص بقى، ورق نظام الورق فات. انت اخبارك ايه؟ كل صحابك عاملين ايه؟ كلنا زي الفل الحمد لله. ايه حكايه الاجازه اللي انت خدتها دي؟ اجازه؟ انا برضو كنت فاكر ان هي اجازه. امال ايه؟ تصدق امك عملت لي نظام فيه كل سبل التعذيب بتاعت الدنيا. قهوه واحده في اليوم، واحده. اشرب ميه كتير كتير كتير. تعالى نتمشى شويه ساحه العصاري. لا والانح من كده بقى، تعالى يا حبيبي نزرع ريحان في البلكونه. انا يا نور بعد كل الاكتشافات الاثريه اللي انا عملتها بزرع ريحان في البلكونه. ده غير بقى شويه مشاوير وحاجات واجبات منزليه. بصراحه انا طيب وشكلي كده هقطع الاجازه دي وارجع الشغل لاني هناك اريح لي. على فكره كل حاجه هي بتقولها وعايزاك تعملها صح، انت اللي مشكلتك انك ما بتحبش النظام. ماشي. يعني انت بتحب النظام بزمان؟ انا ظابط لازم احب النظام. ولا عايزني اقول لك ما بحبش النظام عشان تروح تقول لها نور كمان ما بيحبش النظام وتلبسني معاها؟ لا انا انصح من كده. طبعا مش هقول لها حاجات كده يعني. بقلق قوي لما تكلمني بالنهار. هنأجل نقل الزيتون كام يوم، اخواتنا عاملين قلق كبير في المنطقة. طيب بلغ سلام وانا جاي لكم قريب. اللي موجود قدامكم الملف الامني لسينا من 2008 ل 2011. في السنين دي قدر التنظيم يكون بنيه اساسيه للعمليات الارهابيه من مخازن سلاح وافراد وتجنيد. في 2011 زادت قدراتهم على اللي حصل في البلد لحد ما انفجر الوضع في 2013. بالتنسيق مع المخابرات العامه قدرنا ننجح ونصفي ابو منير وتوفيق فريج ومعظم الجيل الاول من القيادات الارهابيه. التنظيم دلوقتي بيدور على قيادات وسطى عشان يصعدها. المره دي لازم ما نتاخرش في الوصول بيهم والتخلص منهم. في اسم بيتردد كتير الفتره اللي فاتت دي، ابو همام، وان تم مبايعته كامير للتنظيم. عايزين نعرف مين ابو همام ده، وهل ده كونيا الاسم من الاسماء المعروفه عندنا ولا ده شخص جديد تماما. الفتره اللي فاتت احنا والاجهزه الامنيه قدرنا نوصل لكم من المعلومات خلت اسامي بالنسبه لنا كتيره واضحه ودورها اوضح، زي ابو انس، ابو اسامه، وقيادات عسكريه زي ابو قتاده، ابو عمار المهاجر، وابو البراء. لكن لسه في اسماء دورها مجهول بالنسبه لنا. المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نوصل لقائمه كامله لكل قيادات التنظيم وكل فروعه. الموضوع مش سهل اننا نكمل القائمه دي، الخلافات الداخليه كبيره بين القيادات. الخلافات دي مخليها القيادات بتتغير طول الوقت. هنتوقع يا فندم خلال الفتره الجايه هيحصل انشقاقات كبيره جوه التنظيم. ده غير ان المعلومات اللي عندنا بتقول ان التنظيم بقى بيعتمد على التخصصات، يعني المسؤول عن شبكه الرصد
ملوش اي علاقه او يعرف حاجه عن المسؤول عن الجناح العسكري او حتى العناصر اللي جواه، وحتى المسؤول عن العمليات ملوش اي علاقه بالمسؤول عن جلب المواد المتفجره والاسلحه، ودي حاجه صعبه. ده ممكن يبان ان هو بيصعب مهمتنا، بس بالعكس. رغبة التنظيم ان هو يبان ككيان منظم بيقسم المهام بيخليك لما توصل لواحد ما تعرفش كل حاجة عنه، مظبوط، لكن بتعرف كل حاجة عن الجناح بتاعه. بالتالي انت ممكن تشيل الجناح بالكامل في انك توصل لواحد بس فيهم. ادخل. تمام، نكمل كلامنا بعدين. عايزكم تجهزوا عشان عندنا لقطة كده. نأجل عملية نقلهم الليلة. ليش؟ حرس الحدود شدت حلو قوي. احنا رتبنا كل حاجة عشان يشيلوا من هني. الدكتور شايف ان احنا نبعد عن القلق. اسكتي يا مرة، اسكتي. طب ايه رأيك لو نحاول؟ ولو حصل أي خطر يعني برجعهم ثاني، إنما أنا نلغي مرة واحدة يعني بنخسروا فلوس. دكتور قال نأجل يبقى نأجل. نأجله نأجله. قسما بالله لو سمعت صوتك لذبحتي. وصل. استعدوا. How are you? It's a fine day. I just don't get what exactly I'm supposed to do. I work for a large shipping company, and the expansions that are taking place at the new Suez Canal will affect our investments. Any information could be useful. Information like what? New expansions happening in the future, which companies are bidding on the contracts, the specifications of the shipping port. This type of information can help us. Your efforts will be highly appreciated. The استثمارات بمليارات. It isn't about the money. Everything is about the money. Consider this a letter of guarantee. شاكرين يا بترو، شاكرين. ازيك يا بدر؟ ازيك يا فندم؟ دلوقتي كل حاجة متسجلة ومتراقبة من ساعة ما حضرتك جيت، وأنا عارف ومتأكد إنك فاهمني كويس، بس أنا هطلع أشك منك. We already contacted your embassy and we informed them that your presence in the country is not welcome anymore, for obvious reasons. Please. Your passport, please. There's a car that will escort you and your wife to the airport in 3 hours. You will depart immediately. Hope you enjoyed your stay in Egypt. ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ تمام يا فندم. كله تمام يا فندم الحمد لله. يلا. واحد، اثنين، واحد.
الرائد مرضي خطير، مش له حل. تقولش مولود هنا؟ مرتاحة معاه، خبر ليه؟ ليه؟ عشان بيتضرب اكتر ما بيتكلم. يعني انا لو بطلت اتكلم هبقى شاطر زيه كده؟ عبحي عبحي، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ شايف ايه؟ اهلاوي. لا، زملكاوي. طب ما تقف الخدمه بدالي، عايز اتفرج على الماتش، واوعدك ان الاهلي لو فاز هقعد اسبوع مش هتكلم. سيبني وحدي يا بركات، سيبني وحدي. مين يا رجاله هنا مش له في الكوره؟ عاوز اتفرج على الماتش. تمام يا ابطال، بس انت عشان تشد حيلك في الرمايه شويه. تمام يا فندم. سياده الرائد نور، اهلا. ايه استجواب ولا مداهمه؟ خافش، مش هقول لحد. طب انت سخن قوي كده، جهز نفسك عشان في شغل كتير اليومين الجايين دول. انت عارفني انا دايما جاهز. ماشي، بس في حساب قديم لازم نصفيه. متاكد؟ مين اللي متاكد؟ الشطرنج في شنطه العربيه. جاهز؟ خلص انت تنسيق المداهمه وتعال نشوف هتكسب المره دي ولا زي كل مره. ما نشوف. وما دام ضحكت كده على فكره تبقى مداهمه زي ما انا قلت. شايف سرعه البديهه؟ اللهم صل على النبي. ما تاخدوني معاكم بقى. لا بس الموضوع مش عايز سرعه بديهه. عندك ثبات انفعالي؟ يا فندم انا الثبات الانفعالي. ما نشوف بقى الثبات الانفعالي وسرعه البديهه بتوعك دول هيعملوا ايه في الشطرنج. ماشي. الدعم بيتحرك لكم من الكمان اللي حواليكم ومن القطاع. بعدين سيادتك، اللي هو خالد فين؟ اللي هو خالد في مرور على الكماين. انا هتفرج على الناس. انا مش هسيب ولادي في الكمين. بلغوا القوات الجويه حالا. تمام يا فندم. طارق وادريس في اتجاهك والاسعاف يتحرك. يا طارق، اللي هيحاول يقرب منهم على طريقك صفيه وتجي للكمين. سليمان، يا دكتور امل، هو في ايه؟ الارهابيين ضربوا كمين الجواديس والاسعاف اتحركت ليهم الشيخ زويد، بس شكل الطريق مقفول مش عارفين يوصل. احنا لازم نتحرك حالا. المدير بينسق مع الجيش يا دكتوره، وانا بكلم كل الدكاتره عشان يجوا على المستشفى. بقول لك لازم نتحرك يا دكتوره. استني يا دكتوره. اتحرك لورا! المدفع في اتجاه الساعة 9! جاهز! اضرب! الضابط خرج بالدبابه من الكمين. اتحرك بالعربيه. اتحرك بسرعه يلا. عمر! جاهز! اضرب!
هنبعت مجموعه الرائد نور تامن وصول الاسعاف. اتحرك للكمين. تمام يا دكتور مفيش حاجه. تمام ايه؟ انتوا فين كل ده وازاي مش مأمنين الطريق؟ احنا لازم ننقل المصابين دلوقتي. اسلام اركب جنب السواق، امشي ورانا على سرعتنا. تمام. عمليات بن ادريس تمام يا فندم، انا داخل على الكمين. الطواغيت وصلوا. حرك يلا بسرعه. اشرد اشرد. اضرب هون على الامارات. في تعامل علينا يا فندم واللواء خالد اتصال. اشردوا اشردوا. عمليات ادريس المنادي، التكفيرين هرب. العناصر اللي شردت بالكمين انا هتعامل معاهم. محتاجين عربيه اسعاف هنا بسرعه. محتاجين عربيه اسعاف هنا بسرعه. في شهداء ومصابين كتير. انا قربت ومعايا عربيه اسعاف. عصمت اصحى. فتح عينيك. لازم تكونوا عارفين اننا بنحارب هنا من 2013 وان الارهاب مش عايز بلدنا تتقدم خطوه واحده لقدام. كل هدفه انه يكسر اراده مصر والمصريين، وده مستحيل نسمح انه يحصل. احنا اخترنا ندافع من هنا عن بلدنا، عن ارضنا، عن عرضنا، عن اهالينا في كل مصر. احنا لو ما وقفناش هنا الارهاب هيوصل لكل بيت مصري ولكل مكان في مصر. اوعوا تكونوا فاكرين اننا ما بنتوجعش على الشهداء والمصابين. اكيد بنتوجع، بس لازم نكون فاكرين ان الشهداء دول استشهدوا علشان بيدافعوا عن البلد، عن كل اب في مصر، عن كل ام، عن كل طفل، عن كل المصريين. ولازم نكون فاكرين ان غاية كل مقاتل هو انه ينال الشهادة. ولازم تعرفوا ان دمهم غالي علينا وان عمرنا ما هننساهم، واقسم لكم حقهم لا يرجع. لا المرة دي الحكاية غريبة وغير كل مرة. ما طول عمرهم بيضربوا ويجروا أو بيضربوا من بعيد. الجرأة دي جابوها منين؟ وبعدين إيه اللي يخليهم يضحوا برجالتهم بالمنظر ده؟ ما هم عارفين إن الرجالة دي يا هتتصفى يا هتتضرب جوي. عشان العملية دي اللي عددهم هيزيد بعدها. يعني إيه؟ الهجوم ده هدف استراتيجي دعائي. عايزين يعلنوا عن بداية عهد جديد. عايزين يوصلوا رسالة للي بيمولوهم إن هم موجودين على الأرض بقوة. وعايزين يوصلوا رسالة تانية لعناصرهم
إن الأمير الجديد أقوى من اللي قبله. اللي أنا عايز أوصل له هي قيادات. مين اللي خطط؟ مين اللي نفذ؟ واللي هنوصل له هيوصلنا للدين. أنا عايز أنزل الجنازة. أنزل معاك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. أعلن مبايعتي لأمير المؤمنين على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا أنازع الأمر أهله إلا أن أرى كفرا بواحا عندي به برهان، والله على ما أقول شهيد. وبإذن الله فإننا هنا في سيناء سنأتي بأعمال تصدح وتعلن للعالم كله عن بأسنا وشدتنا وعزمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ موسى هم ما بيعرفوا في الأصول ولا العتاد، واعتدوا على أرضنا وهم عارفين إنهم على باطل. يا شيخ موسى لولا وجودنا في مقعدك ما كنا هنسكت على هذا الكلام والغلط اللي بيتقال. هذا الكلام ثمنه دم. ايه والله ما تقدروا تمسوا واحد من عندنا، واولكم زي اخركم. لا نقدروا لو تحبوا تشوفوا نوريكم. بس تخلواتكم تخانقوا ما كنتوا جيتوا مقعدي ولا ضيعتوا وقت معكم. اسمعوا، احنا طول عمرنا ما حد بيجي على حد، لان كلنا بنعرف ان في عرف وقانون بيمشي على الكبير مع الصغير. وين سالم يا عبد الله؟ حرمته بتولد. ادعي لها يا محمد. خلاص، الارض ارض مساعد والحد مزروع فيها وتاكدنا. انت يا سليمان غلطان لانك دخلت ارضها وبنيت بيتك عليها. حكمي اللي بنيتها تهدها، وانجاز كل متر اخذته من ارض مساعد تعالوا تعويض 10,000 على المتر. هذا كتير يا شيخ موسى. لا انت هنا ايه ما عاجبك حق الشيخ موسى وانت اللي قلت نقعد عنده؟ انا ما بكلمك انت، انا بكلم الشيخ. باركوا لي يا رجال، ربي كرمني بموسى الصغير. ما شاء الله، مبروك يا سالم. الله يبارك فيك. موسى الصغير. خلاص ما اسمعش اقول لك، ما اسمعش الا مبروك. الف مبروك، الف مبروك يا شيخ موسى. مبروك يا سالم، مبروك يا شيخ. ماني قادر اتحمل الوجع. شوف لي دي علامه ابتدت صغيره وعليها فتره عماله بتزيد. ما تقلقش تخش عاده الجلديه يوم 4 الدكتور رضا. ايوه بس قول له الاول اسمك وسنك. اسمي سلام. هنا اسمك وسنك ورقم تليفونك، ولو في اي ادويه بتاخدها ولا حاجه. اسمي سلام عوده، سن 31 سنه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. كيف حالك سليمان؟ خير الحمد لله، اتفضل. تأخرت عليكم؟ لا خالص يا دكتور، احنا لسه بادئين من اقل من ساعه. في اي حاجه، اي مشكله في القافله ال3 ايام الجايين؟ احنا ظبطنا كل حاجه، والدكتور عزام بعت كل اللي احنا محتاجينه. لا بس احنا عندنا مشكله كبيره، الحالات كتير جدا واحنا عايزين دكتور رمض ومعناش غير الدكتور محمود بس يا دكتور وحيد، مش هينفع. بكره يكون في دكتور رمض ثاني يا دكتوره. شويه. والله ربنا هيكرمك ويجازيك كل خير على الكفل الطبيه دي يا دكتور. هدول اهلي يا دكتوره، هذا واجب. طول عمركم بيت خير وكرم يا دكتور والله. صحيح، وانا بس ببقى عاوزه اسال حضرتك سؤال. طب بعد اذنك يا دكتور. هو حضرتك تخصص ايه؟ خمني. يعني انا بقول جراحه. غلط، المره الجايه نقول لك. طبعا اذن حضرتك باشا، اشوف لو في حد محتاج حاجه بالدكاتره.
مبروك يا دكتور، ولد عمك جاله ولد، مبروك. الله يبارك، الله يبارك. صابرين، زفتة. نعم. تعالي. ودي لابوكي الشاي ده، اوعي يقع. امسكي بايدك الاتنين بالراحة. ربك ييسر الامور. هاتي يا بنت الشاي، روحي اقعدي في اي حته. امسك شايك بقى وطمني. القيادات مبسوطين من الفيديوهات اللي صورناها في الكمين وبيشتغلوا على مونتاجها دلوقتي. طب حلو قوي، بس ليه التأخير؟ خلي الشباب تنزل ان شاء الله حاجة صغيرة. لسه من الواضح كده انهم عايزين يعملوا حاجة كبيرة واحترافية، خصوصا بقى بعد البيعة. انت مش فاهم، الاصدار ده هيبقى مهم وبمثابة اعلان كبير عن التنظيم. يا مسهل يا رب. وتقوى ماما ماما كمبيا وتقوى ضو يلا اطلعي، اركبي، اطلعي يا مرة. شوف وين راحت البنت الصغير. حاضر يلا. حاضر. ايه يا حبيبتي؟ هتفضل حابس نفسك كده اليوم كله في الأوضة؟ لا انا كنت طالع اشرب معاكي القهوه على طول دلوقتي. أنا حاسة بيك يا حبيبي، وعارفة إنك متضايق من ساعة ما رجعت من الجنازة، بس ما ينفعش كده، لازم تتقوى. هنعمل إيه؟ معلش يا حبيبي. انا الحمد لله انا كويس يا ماما، انا كويس. بص بقى، لو قدرت تضحك على الناس كلها مش هتقدر تكذب وتضحك على مامتك. أنا كده أبص في وشك أفهمك على طول. أنا من ساعة ما عرفت الخبر وأنا قلبي بيتقطع عليهم. يا رب يصبر أهاليهم يا رب. هم كلهم في الجنة. كل اللي نقدر عليه إن ندعي لهم إن ربنا يصبر أهاليهم وحبايبهم. أنت بقى البركة فيك، أنت وزمايلك، أنتوا اللي هتجيبوا حقهم تالت ومتلت إن شاء الله. طب انت ايه بقى؟ عماله تاكليني بالكلام كده عشان ما تشربنيش فنجان قهوه؟ بلاش القهوة دي، أبوك هيشبط فيها وأنت عارف. دلوقتي أختك وجوزها ورنونة جايين، هنتغدى كلنا مع بعض. طيب يا قلبي؟ هي الدوشه جت اهي. يلا يلا يا حبيبي، يلا يا قلبي. الو. ايوه حبيبي. لا انا 5 دقايق وهكون خلصت. اعمل فيك ايه؟ مواعيدك دايما مظبوطه. طب ايه رايك تعدي عليا ونروح مع بعض؟ خلاص تمام اتفقنا. باي باي. باي. انا اسفه على التاخير، بس جات لي مكالمه مهمه جدا وكان لازم ارد عليها. بعدين ثانيه واحده، انا ما لحقتش اشوفك اصلا غير ساعتين من ساعه ما نزلت من سينا. الطريقه الدبلوماسيه دي بقى هي اللي جرت رجلي في الجوازه. وده كان قرار ايه؟ احسن قرار خدته في حياتي. ايوه كده. حقيقه.
كويس ان انت افتكرت ميعاد تدريب ادم، كان هيزعل قوي لو ما جيتش. وانا عمري قلت له هاجي وما جيتش؟ انا حقيقه لا، انا متجوزه واحد يقدر يعمل مليون حاجه في نفس الوقت. افضل كده احرجني، اتفضل. يا ستي ولا احراج ولا غيره. طمنيني، اخبار الشغل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. قبل ما اسافر كنت متوتره كده شويه، كان عندي كام اجتماع مهم. لا الحمد لله يعني كله ماشي كويس. الحمد لله الحمد لله. قولي لي لو في حاجه اقدر اساعدك بيها. ايه صحيح المشكله؟ كان ايه الموضوع؟ فعلا؟ لا بس انت اتصرفت صح حقيقه. يعني انا مقدر جدا الموقف بتاعك. اوعى تتراجع عنه. ما انا بحبك ليه؟ علشان انت الوحيد اللي بتقدر تقدر. مش كده؟ على فكره انا عارف كل حاجه، بس هي سايبك كده كده عشان انت حره يعني. تمام، بس لو عايز حاجه قولي لي، ما تكسفيش يعني. اكيد. زي اخوك يعني. تسلم ايدك يا ماما. بالهنا يا حبيبي. مش هخلص انا الفراخ لوحدي. بقول لك ايه يا نور، ما تصدقهاش، هي عامله نفسها قويه كده بس قدامك، كنت تيجي تشوفها كانت عامله ازاي لما حصل هجوم على الكمين. الله، ما هو غصب عني، مش برضه حبيبي ولازم اقلق عليه، ده ابني ده يا حبيب قلبي. لما بيخرج من الباب ده ببقى مش عارفه هيرجع ولا لا. برجع لك كل مره، قاعد على قلبك. ايوه بس انت يا قرشانه، ما انت لما بتخرجي مع جوزك او بتسافري سفريه كده ولا كده ببقى قلقانه عليكي والله. بصي يا زوزو ما تحاوليش، كل الناس عارفه ان انت بتحبي نور اكتر مني بكتير. ما بلاش بقى الاسطوانه دي. شايف اختك يا نور؟ بس حتى لما اعترضت قالت له هو كاني مش موجوده. ما كفايه غلاسه بقى يا ناس، مش معقول. والله العظيم انا مبسوط اني شايفك يا نور بجد. حبيبي بقالنا فتره اجازتنا ما بتظبطش في نفس الوقت. حبيبي يا عمده، والله انت كنت وحشني. اخبار الشغل ايه؟ اخيرا الشركه هتفتح فرع في مصر، ان شاء الله هقدم عشان نقله. دي اخبار حلوه. الحمد لله. انت طبعا النهارده قاعد معايا طول اليوم يا نور. اكيد طبعا، هسيبك واروح فين؟ لا لازم تفضل معايا، انت النهارده معايا انا. يا خلا قول لها عندك حاجه مهمه عايز تعملها. صحيح كنت هنسى. النهارده كنت موعد ابراهيم لازم اقابله. ابراهيم؟ ده انا لسه مكلمه امبارح وقال لي انه مش نازل اجازه الاسبوع ده. ومين جاب سيره ابراهيم؟ بقول لك قابل اسلام. اسلام؟ هو بيقول اسلام. الاسلام؟ طب خد. والله قابل اسلام. مالك يا رنوجه؟ قاعده مضايقه ليه؟ مين فيهم مزعلك وانا طلع لك عينه؟ الله، مزعلها ليه يا عمده؟ بركن العربيه في الباركينج، برجع بظهري، عجلتها مركونه، ما شفتهاش دوستها باظت، جبت لها عجله مكانها على طول. لا العجله الجديده وحشه عشان مش زي بتاعتي. اتفضل. ما هو يا حبيبتي ما لقناش الموديل بتاع العجله بتاعتي، وبعدين الجديده حلوه قوي على فكره. لا خلاص ولا يهمك، احنا بعد الغدا ننزل انا وانت مع بعض، اجيب لك عجله تانية غيرها زيها بالظبط. بجد يا نور؟ بجد. بس احنا ما لقيناش فعلا يا نور. ايوه انتوا ما لقيتوهاش، لكن انا هلاقيها. صح يا رنوجه؟ ايوه نور هيلاقيها عشان نور بيحبني. وانا مش ابوها ولا ايه؟ انا مش فاهم. معلش الخال والد برضه. بس انا عايزه اقول حاجه، كل المشاوير دي هيعملها بكره مش النهارده. لا ممكن ايه يا ماما بس عشان خاطر والله من عندي اكل اهو. الحته دي كمان طب يا معلش حبيبي. عشان خاطر عجله رنوجه اهم من اي حاجه. النهارده بعد الغدا انزل اجيبها لك. يلا تسلم ايدك والسفره دايما. قومي جهزي عشان ننزل. حاضر، انا مش هدي لك تاني. لا بلاش دي عشان كلت واحده. معلقه رز الرز مش كويس عشانك. صحيح مامتك كانت عاوزاك تتكلم مع انكل عن قعدته في المزرعه. ليه في حاجه؟ لا مفيش، بس هي شايفه يعني انه ما ينفعش يقعد لوحده علشان السكر، عايزه تبقى بتتابعه وتتاكد انه بياخد الدواء، يعني خايفه لو حصل حاجه. الراجل مش هيقتنع. احنا عارفين. هي راحت له راجعه اخر الاسبوع. هتكون موجود؟ غالبا احتمال اسافر النهارده بالليل او بكره الصبح ان شاء الله. طب بقول لك ايه، ما تكلمه، بس قبل ما تكلمه بقى كلمها الاول عشان تفهم. حاول. الواد ده كبر امتى كده؟ انا جاهز. هو انا اخلع لوحدي ولا انت تخلع معايا ولا ايه؟ وانا اخلع معاك ليه يا ابني؟ انا جاي انقذك. انا عرفت ان امك كده بعد الغدا يعني هتعزم لميس بنت جارتنا اللي تحت عشان تعرفها عليك. لميس؟ طب ما انا عارف لميس. بس انت ما تعرفهاش لما كبرت وبقت عروسه. وبقت عروسه حلوه قوي يا نور. خليكي في حالك انت، خليكي في حالك. وبعدين هي مش ناويه تفهم ان انا مش عايز اتجوز، ولو هتجوز مش هتجوز بالطريقه دي. يعني دي حاجه بتقنع امك برضو؟ يلا بقى يا نور. يلا الشنطه. حاضر خدي. سلام. سلام.
ايه ده؟ لميس، نور. ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا، عاش من شافك، ما شاء الله كبرتي وحلويتي وبقيتي عروسه. شفت؟ مش قلت لك؟ خليكي في حالك قلت لك. عامل ايه؟ بقالي كتير قوي ما شفتكش. الشغل بقى يعني عارفه، باجي كل فين وفين. وعلى فكره ماما ونهى الاتنين مستنيينك، صح يا بابا؟ هم جوه. ازيك يا لميس؟ ازيك يا انكل؟ ازاي حضرتك؟ ممكن تخلص؟ ما انا بخلص. طيب. لازم استأذن بقى عشان اروح اجيب حاجات لرنا وكده. انت نازل؟ نازل مشاوير بقى وكده. طب ماشي، تتعوض بقى ها؟ اكيد تتعوض، اكيد ان شاء الله. يا حبيبتي هتتعود هتتعود. يلا بقى يلا يا يلا، نور. باي 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 باي. اتفضلي يا لميس، اتفضلي. هم في يا زايا. اليوم لقيت بنت سمراء وسط المزارع متصوبة في كل جسمها. أخدتها عندي في البيت، باين عليها مش مصرية، محتاجة طبيب يشوفها. عشان كده جيت أقول لك. بشكرك يا بنت الأصول. سالم ولدي هياخد طبيب ويروح معك، هو هيسوي المطلوب. عمرك يلا. بشكرك. عبد الله. ايش؟ تاخد الرجال وتشوف الموضوع في المزرعة. ايش الموضوع؟ امرك يبقى. شوف المزرعة. حاضر. الو. السلام عليكم استاذ المقدم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟ وحشني، طمنا عليك وعلى صحتك. الحمد لله الحمد لله. شوف صار موضوع الأفارقة رجع تاني. اليوم لقينا بنت في الزراعة وبعت ولدي دلوقتي علشان يسوي لها طبيب ولا شيء، وبعت ولدي التاني علشان يشوف ايه الموضوع. ده كلام خطير فعلا. انا ههتم بالموضوع ده بنفسي. لو في اي جديد طمني على طول ارجوك. في رعاية الله. مش قلت لك مش هنلاقي عجلة زيها في أي حتة؟ رنوجه، مش انا وعدتك ان انا هلاقي لك العجله؟ يبقى انا هتصرف خلاص. تاخد ماشي. لها بقى يوم ولا يومين، معلش استحملي شويه، لكن العجله دي هجيبها لك. استني. ابراهيم، انا عارف ان انت نازل اجازه، هبعت لك دلوقتي صوره عجله، عايز طبق الاصل واحده زيها، ما تقوليش شبهها، زيها. سلام. تلاقيش هيتصرف. الو. يا نور، معلش بكره عايزك تبقى في 101. تمام. سلام. عرفت. هايل. لازم يكونوا مستعدين ولا ايه؟ يا عم بهزر معاك، في ايه؟ تمام يا فندم. انا هكلم صالح يشوف له صرفه معاك، انت مفيش منك فايده. على سيره صالح، صحيح انا رايح اقعد معاه النهارده بالليل، فلو انت فاضي ممكن تيجي تقعد معانا، ونكلم نور لو هو هنا كمان يجي معانا. لا، نور غالبا رجع سينا. تعال نظبط الاجازه الجايه ان شاء الله. تمام. شفت هو بيتكلم على السيره اهو. طب سلم لي عليه بعد اذنك. بيوصل. اي اوامر خالد. تسلم. بالسلامه. يا سيدي، انت رجعت سينا ولا ايه؟ انا لسه واصل النهارده. شكلها كده مش ظابطه نتقابل خالص. شكلها كده لازم نعمل عمليه مع بعض عشان نعرف نشوف بعض. المهم بقول لي الاجازه بتاعتك اللي جايه امتى عشان نظبط. تمام. عملت ايه صحيح في موضوع العجله؟ عيب عليك. النهارده بالليل يا بكره الصبح هتكون عندك في البيت. اصلي يا غالي والله. طول عمري خيري عليك يا ابني. يلا خلي بالك من نفسك. سلام. ابو عمار المهاجر، واحد من الناس اللي خططت للهجوم على كمين كرم القواديس. الراجل ده وصل مصر من اكتر من 9 اشهر. احنا قدرنا نحدد مكان النفق اللي بيستخدمه. المختلف في النفق ده انه مش بس بيستخدم في نقل السلاح، بيستخدم كمان في اقامه العناصر فيه، لانه مجهز بكافه انواع الاعاشه. في لسه عناصر موجوده فيه من الناس اللي نفذت الهجوم على الكمين. احنا هننفذ هجوم على النفق ده. واضح ان النفق ده من النوع اللي ليه اكتر من مدخل ومخرج. احنا محتاجين نستطلع المكان ده اكتر من مره قبل التنفيذ. ده عشان نضمن ان احنا نصفيهم كلهم. هو ده اللي انا عايزك تعرفه. احداثيات النفق معاك. في كام ساعه الجايين دول عايزك تعرف لي كل تفاصيله. ابو عمار ده ممكن يختفي في اي وقت. عايزين نوصله النهارده قبل بكره. طب بالنسبه للعيال الموجوده حوالين النفق، هنحتاج ننسق معاهم. انا هعمل ده بنفسي.
ايوه انا عامر يا شيخ موسى. اتفضل. يلا بينا. يا سالم، انت مش قلت هتكلمني امبارح؟ سامحني ما كنت هنية. سامحك بس عشان خاطر الشيخ موسى. تعالى يا شيخ. اتفضل. مش عارف اشكرك ازاي على المساعدات اللي انت بتعملها معانا. عيب بيتك ومكانك. اتفضل. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اولاد الفاكهه والقهوه. اتفضل. اتفضل. الله ينور. سيادة المقدم. ايه يا شيخ موسى؟ احنا من وقتش نعرف بعضنا. يعني تقريبا من 2008 كده. طب كفايه كده. بدون العشر. انت بتعرف انا بساعد المخابرات الحربيه من سنه كام؟ مش بختبر معلوماتك لا سمح الله. من سنه 68. احنا كلنا واحد، وانا وكل ولادي، كل اهل سينا فدا مصر وفي خدمتها، ولما اموت هيكملوا مكاني. طول ما في عدو كلنا في ظهر بعضنا، ولكل اجل كتاب. ربنا يديك طول العمر يا شيخ موسى وتشيل احفادنا كلنا. طيب عندي راي، تسمح لي؟ ارجوك. انتوا ودكوا واحد يكون خابر عشان توصلوا للمدخل الصح للنفق. ولدي سالم ابو موسى الصغير هيكون معكم وهيساعدكم. ماشي بس يبقى رد عليا في التليفون. صحيح كنت عايز اقترح على سعادتك اقتراح كده بخصوص العمليات النوعيه اللي احنا بننفذها. خير يا نور. كنت بفكر يعني ان يبقى كل عمليه باسم شهيد. فكره هايله. مجموعة تنفذ عملية نوعية للسيطرة على النفق. النفق ده طبعا مليان سلاح، والمدخل بتاعه من البيت ده. العناصر اللي موجودة عددهم مش كبير، لكن متدربين كويس جدا وموجودين في محيط البيت، غير مخزن المتفجرات والعبوات. تمام، وانا هطلع بقوات الدعم. نور، عايز تسمي العملية على اسم مين؟ عمارة. على اسم احمد عمر الله يرحمه. حاجة أخيرة، عايزين أبو عمار حي. احنا هنتحرك مدني يا اسلام وهناخد ساتر. العربيات ملكي. هنتجمع عند كمين السدرة وهنجهز ونتحرك من هناك. تمام. العملية المرة دي صعبة، والنبي ما تسقط حاجة زي كل مرة. والله العظيم 3 عيب عليك، أنا عمري سقطت حاجة. أنت ما فيش مرة ما بتسقطش حاجة، بس هو ربك اللي بيسترها معانا. طيب اديك بتقول اهو، يعني أنا بركة. بركة مين يا عم؟ دي دعوة أمك وأمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البطايق والرخص. اتفضل. تعملوا ايه دلوقتي بعد الحظر؟ في جماعة أصحابنا عطلانين بس قدام بعد الكمين، فأنا والعربية اللي ورايا رايحين نساعدهم. لو في مشكلة احنا ممكن ننزل نستأذن من قائد الكمين. طب ثانية واحدة. أنا إذنك يا فندم. في عربية لانوس فيها واحد اسمه نور. عايز يعدي وبيستأذن من حضرتك. طب يلا فتش العربية وخد إجراءاتك ودخلوا لي على طول. تمام يا فندم. افتح يا مؤمن. اركن هنا قدام. تمام يا فندم. حسب تعليمات سيادتك. نور. انت معاك سلاح يا ابني انت وهو؟ بصراحة سلاح كتير قوي. طب ما تقول كده من الاول. نقول وحشني يا وحش، وحشني يا وحش. عامل ايه يا درديري؟ وحشني. ازيك يا قائد؟ ايه؟ يلا يا اسلام زي ما قلت لك. تحت امرك يا فندم. يلا نورت. اتفضل اتفضل. ده كان هيشد علينا الاجزاء اسلام ده. يا وحش، مش ناوي تتجوز بقى ونفرح بيك؟ دي حكايه الجواز والسن الجواز. وربنا قائدك انك كنت معانا في العربيه، لسه قايل له الجمله دي واحنا جايين لك. طب ايه قول الكلام ده لنفسك. صحيح. والله صح.
الاقي واحد صاحبي واحد بس يقول لي انه مبسوط في الجواز وساعتها اتجوز. انا مبسوط في الجواز لما تلاقي بنت الحلال اللي تصونك وانت تتقلى فيها وتجيب لك حته عيل تشوف نفسك فيه. ساعتها هتفرح بالجواز. وربنا كلام صح 100%. طبعا على عمو. انا بحس حكايه الجواز دي مناوره بيعملوها المتجوزين على اصحابهم اللي مش متجوزين عشان يوقعوهم معاهم في فخ الجواز عشان ما يبقوش وقعوا لوحدهم. ايه الفزوره دي؟ انت يا ابني ليه بقت معقد؟ صح، وربنا لسه قايل له نفس الجمله برضه في العربيه. هتفرح بدي. هو معاهم عليهم خلاص والله. يا اسلام، اهو اسلام ده بقى اجدع وارجل عسكري في كمين الصدره والكمال المجاوره كمان. عاش يا بطل، دي شهاده كبيره دي. لا وحش. بس مشكلتك الوحيده ان اسمك اسلام. عنده حق. اتكلنا على الله. احنا اتحركنا. هبعت لك احداث البيت بالظبط. وصل. تمام. هطلع استطلاع نهائي انا واسلام. ادفنوا الشنط. تمام يا فندم. تمام يا فندم. انزل يا علي. تعالوا يا رجاله. احنا هنتحرك من هنا مع بعض وبعدين هنتقسم على مجموعتين. المكان ده فيه بيتين، بيت في اتجاه الساعة 12 وبيت في اتجاه الساعة 2. البيت اللي في اتجاه الساعة 2 ده فيه عنصر واحد بس. تيم القناصة هيركبوا البيت ده بعد ما يصفوا العنصر. احنا التلاتة انا وعلي واسلام هندخل البيت اللي في اتجاه الساعة 12. فيه 4 عناصر وانتوا مهمتكم انكم تأمنونا لحد ما نوصل لمدخل النفق. تمام؟ تمام يا فندم. في اي اسئلة؟ تمام يا فندم. تمام. توكلنا على الله. توكلنا على الله. حرك على البيت يا اسماعيل.
خليفه. تمام يا فندم. يلا. بقول لك ايه؟ انا عاوز شاي. فين السكر؟ السكر جوه هناك. يلا. حاضر. ما تتحركش من مكانك، هجيب السكر واجيبك. اتحرك فين؟ يلا بسرعه. يلا. كم واحد جوه؟ واحد. اثبت. سلام سلام. اثبت. دبش دبش دبش. احنا قبضنا على ابو عمار، لكن سالم ابن الشيخ موسى استشهد، ورأفت اتصاب واتنقل لمستشفى العريش.
الله لا إله إلا 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 الله. صوت نفق ابو عمار بيخلينا لازم نراجع ترتيبات تأمين الأنفاق. ده سابع نفق يتم كشفه بعد القواديس. لازم تشد على رجالتك يا ابو قتاده. احنا اشترينا اكتر من بيت ونفق جديد، لكن معظمها صغيره ومحتاجه تجهيزات كتيره. اشتري كل اللي تقدر توصل له. المرحله الجايه هيوصلنا مهاجرين باعداد كبيره، وهنحتاج لكل مكان تحت الارض. طب وبالنسبة لأبو عمار نفسه اللي صار بقبضة الجيش، شو؟ ما عندك فكرة قديش ممكن يوصل لهم معلومات مهمة يا أبو البراء؟ أبو عمار مقاتل قوي وشرس وعنيد، وصعب إن حد يقدر يعرف منه أي حاجة. أنا لو تحت إيدي أقوى رجال بالعالم، خلال ساعة رح خليه لي طعم اللبن اللي رضعته يا أمه. انسى موضوع أبو عمار. احنا بنرتب لوصول شحن الصواريخ مكان اللي الجيش كشفها، وعايزين ندرب الإخوة عليها. وطبعا ما فيش أفضل منك يا أبو هاجر. طيب لو مستعجلين يبقى رح تحتاج مهاجرين جداد، لأن الشباب المصري تعليمه بطيء. انتوا ضيوف علينا، والقيادات هتبقى كلها مصرية. ايه بس نحن اخوة. بس أنا القرار مش قراري لوحدي، في ناس معايا ولازم يوافقوا. نسمي ناس؟ لو على الدكتور وحيد فهو ده اللي احنا عايزينك تقنعه. دكتور وحيد ماله ومال اللي أنت بتطلبه؟ كمال، ما تلفش وتدور. احنا عارفين كل حاجة. عارفين ان الدكتور وحيد بيشتغل في التهريب وعنده أكتر من نفق، وانت دراعه اليمين. بس عمرنا ما اشتغلنا في تهريب سلاح. هتفرق. وبعدين انتوا شغلكم معانا هيكسبكم اكتر من اي حاجه بتهرب. ما اقدر اوعدك اني اوافق. كلمه، والاحسن ترتب لنا مقابله وانا اكلمها. بس عرفوا حاجه، احنا وهو عدونا واحد، ولو مفكر ان هو لو ما ساعدناش الجيش هيسيبه يبقى غلطان. عجد؟ عجد. هاتي لعيب لعيب
مشيت. انت ما بتسمع الكلام؟ قلت لك 100 مرة لا تروح غاد. وين دلعب وين دلعب يما؟ تلعب؟ أول مرة وآخر مرة أشوفك واقف مع أولاد الشياطين هذول. خش جوه. مش هذا بيت الحاج رضا وعياله؟ بس هم باعوه. باعوه لمن؟ هم قالوا باعوه لواحد من العريش، بس جوزي كان بيقول إن البيت صار مخزن للإرهابيين. ايه يعني بتضل طول اليوم تناظر فيني ساكت؟ اصل بصراحه انا قاعد بفكر انا ممكن اتكلم معاك عن ايه. فعليا انا مفيش معلومه عايز اعرفها منك. كل حاجه معروفه هنا، من العراق لسوريا لوصولك لسينا والتدريبات اللي خدتها وكل العمليات اللي نفذتها، كل حاجه، لدرجه ان في فكره بتدور في دماغي من ساعه ما قبضنا عليك. اي فكرة؟ على فكرة اسلوبكم جدا قديم، اسلوب عفى عليه الزمن. للحين انتم بنفس الاسلوب، يعني ما تطورتوا ما تغيرتوا، ما فيش جديد. تفتكر ابو عمار ان هم كانوا قصدهم يسلموك لينا؟ اصل يعني عرفنا مكان النفق بسهوله وعن طريق عناصر بسيطه وتافهه. تامين النفق كان بسيط جدا رغم وجودك انت ومجموعتك هناك وانت امامك عالي. فطالما وصلونا ليك بسهوله معناه ان انت مش مفيد باي شكل من الاشكال ليهم ولا لينا، او يمكن هم عايزيننا نوصل لك عشان نصفيك ويخلصوا منك. هم بقى عايزين يخلصوا منك ليه؟ اسمع، هذا مستحيل يحصل، لأن الأخوة كلهم جسد واحد وعقل واحد في مواجهة أعداء الخلافة وجيش الردة. ماشي. هو في خلاف بينك وبين أبو البراء؟ واضح إن القيادات المصرية عندكم عندها خلاف مع القيادات اللي من جنسيات أخرى، شايفين إن هم حق منهم بالخلافة. ما هو برضه مش أبو هجر هو اللي هيسفنك. الراجل مجنون بس مهما كان انتوا خدمتوا كتف في كتف في سوريا. هو ابو البراء او ناصر، مش كده؟ مش ابو البراء هو ناصر. تخيل بقى بعد الرحله الطويله دي كلها نهايتك تبقى على قد ايه او بسببه. عموما متقلقش، كلها يومين وهيشرفنا هنا، تقعدوا بقى تتحاسبوا. ناصر قصاد مين؟ بكر. مش بكر برضه. شكرا على المعلومات اللي وشك كلها اداها لنا دي يا ابو عمار. في حد من رجالتنا هيكمل معاك روتين، بعد كده تتنقل وتتحاكم وغالبا هتتعدم، بعدين تتحاكم تاني. تفتكر الشك اتزرع جواه؟ الراجل ده مغرور وواثق من نفسه لدرجه انه استحاله يصدق انه وقع في ايدينا الا بسبب خيانه. كويس، انا هسيبه 24 ساعه كده وهستجوبه، واكيد لو طلب يقابلك هبلغك على طول. هيطلب.